بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، بهذا الدرس راح نشرح بيه تمارين المبني للمجهول. هذا الدرس راح ناخذ لكم بيه 3 تمارين، اللي هو تمرين دي صفحة 122، وراح اخذ لكم صفحة 142 تمرين اف وتمرين جي. فهسه خلينا نجي لهذا التمرين نحله بالبداية بأربع جمل. شنو الصيغة مال هذا التمرين؟ منطيك بالبداية جملة، بعدين ورا الجملة مخلي لك بين قوسين كلمات مخربطة، انت تجي ترتب هاي الكلمات. ماشي؟ يعني مو شغلك تعيد الجملة من البداية، لا، ترتب لي هاي الكلمات من جديد بحيث تسوي جملة مبني للمجهول. فنجي للجملة الأولى: Somebody stole my wallet last week. ومنطيك بين قوسين wallet week was my last وstolen. تجي ترتب لي يعني اول شيء نبدي بالكلمه اللي تبدي بكابيتال لتر، يا هي الماي، فكتبنا اول شيء ماي. وراها شو نخلي وراها؟ ماي ويك لو ماي والت لو ماي ستولن. ستولن هذا فعل تصريف ثالث ما يصير. عندنا ويك ووالت. ويك تصير اسبوعي، ماي ويك اسبوعي، ماي والت محفظتي، فلازم نخلي اول شيء ماي والت، صارت محفظتي، هذا المفعول به. ورا شو نخلي ووز. ورا الووز شو نجيب الفعل التصريف الثالث. شنو الفعل التصريف الثالث عندنا؟ ستولن، كتبناه. وبالاخير بقت عندنا كلمة لاست وكلمة ويك، فنقدر نخليها لاست ويك او نعتبرها تكملة. نجي للجملة الثانية. الجملة الثانية يقول لك somebody robbed the bank yesterday، ومنطيك بين قوسين was the yesterday bank robbed. فأول شيء نكتب المفعول به، نبدي بالكلمة الكابيتال لتر، فخلينا ذا، وما عندنا غير البنك نخليها، ما نخلي ذا روبرت أو ذا يسترداي، لازم نخلي ذا بنك. ماشي؟ وراها نخلي الفعل المساعد اللي هو was، وراها نخلي الفعل التصريف الثالث اللي هو ربط، وبالأخير نخلي التكملة مالتنا اللي هي الظرف yesterday. نجي للجملة رقم 3: Somebody will pay the bill tomorrow، ومنطيك بين قوسين tomorrow bill will the be paid. هذا الزمن مستقبل، فبالبداية لازم نكتب المفعول به. المفعول به هو the bill، الكلمة الكابيتال لتر بادية وراها نخلي bill. ومن صيغة المفعول به أو من صيغة المستقبل عفوا، أول شيء مفعول به وراها شنو؟ will زائد be، فكتبنا will، كتبنا وراها be. بعدين الفعل التصريف الثالث، شنو عندنا فعل؟ الباي هو الفعل التصريف الثالث، وبالأخير نخلي الظرف tomorrow اللي نعتبره تكملة. نجي للجملة الرابعة والأخيرة. طبعا بالمناسبة أنا جاي أحلهن هيك سريع، لأن إحنا أصلا كلهن حليناهن ذني الجمل كلهن حليناهن من شرحنا الموضوع، فأنتم المفروض هسه بس تتذكرونهن لا أكثر يعني. الجملة الرابعة يقول لك people use these coins in Egypt، ومنطيك بين قوسين Egypt are in used coins these. أول شيء نبدي بكلمة الكابيتال لتر اللي هي these coins لو these Egypt، اعتيادا نقول these coins هذه العمل. ماشي؟ نخلي الفعل المساعد اللي هو are، نخلي الفعل التصريف الثالث اللي هو used in Egypt في مصر، فصارت عندنا هذه العمل تستعمل في مصر. تمام؟ لهنا خلصنا تمرين دي صفحة 122. ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو تمرين F صفحة 142. طلاب هسه تمرين F صفحة 142. هذا التمرين ب5 جمل، نفس التمرين اللي حليناه قبل شوية. التمرين دي صفحة 122. هذا التمرين جمل عندنا بيها كلمات مخربطة، نجي نرتب هاي الكلمات على مود نسوي جملة مبني للمجهول. فنجي للجملة الأولى يقول لك was delivered when meal وذا. فنجي نرتبهن. أول شيء نبتدي بالكلمة الكابيتال لتر، يا هي اللي هي وين، فخلينا الوين بالبداية. الوين هي أداة سؤال،
بما انه الوين اداة سؤال لازم يجي وراها فعل مساعد. كتبتكم ملاحظة بنهاية الموضوع بالمحاضرة اللي فاتت انه بطريقة السؤال نكتب اولا اداة السؤال وراها الفعل المساعد. شنو الفعل المساعد الموجود عندنا؟ عندنا الفعل المساعد was، فكتبنا الفعل المساعد was بعدها. هسه نجي نكتب المفعول به. شنو المفعول به؟ delivered له the mail، اذا the mail هو المفعول به، وبعدين نكتب delivered ونخلي علامة الاستفهام. متى البريد سيصل؟ نجي للجملة الثانية، يقول لك next being are week the replaced windows. نجي نرتب ذن الجمل. أول شيء نبدي بالكلمة الكابيتال لتر اللي هي the، ونخلي وياها windows فصارت the windows الشبابيك. وراها نخلي الار، ورا الار البينك فخلينا ار بينك. بعدها راح نخلي الفعل التصريف الثالث. شنو الفعل التصريف الثالث؟ replaced تستبدل. وراها بقى عندنا next وبقى عندنا week فنسويها next week، صارت عندنا تكملة. الشبابيك سوف تستبدل الأسبوع القادم. نجي للجملة الثالثة، be sold the and house will وbefore وthe وyear وهم the وراها of. هاي الكلمات هواي. فنجي أول شي نكتب الكلمة الكابيتال لتر. تقريبا عندنا 3 مرات the، وحدة منهن كابيتال لتر نكتبها بالبداية، ماشي؟ وراها نخلي house فصارت the house المنزل. المنزل ايش بيه؟ هذا مفعول به. وراه لازم نخلي الفعل المساعد. عندنا الفعل المساعد will، والوول ما تعلمنا نخليها وحدها، will وراها بي. فهسه تخلصنا من 4 كلمات. the house will be المنزل سوف. وراها نخلي الفعل التصريف الثالث. الكلمات كلها بيها فعل واحد اللي هو sold، المنزل سوف يباع. شو وقت؟ هسه نجي للتكمله. التكمله قلنا لو نخلي ظرف، لو نخلي عباره تبدا بحرف جر، لو نخلي عباره تبدا باداه ربط. فهسه نجي لاداه الربط اللي هي اداه الربط بفور نكتبها. المنزل سوف يباع قبل. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا ذا مرتين، وبقت عندنا اوف، وبقت عندنا اند، وبقت عندنا يير. فنقدر نسويهن جمله the end of the year نهايه السنه. the end of the year. تجي تقرا الجمله صارت the house will be sold before the end of the year. المنزل سوف يباع قبل نهايه السنه. تمام؟ نجي للجمله اللي وراها، الجمله رقم 4، by the down the previous winter were وتريز وكات. تجي تحل الجملة. أول شيء نكتب the trees. ليش؟ لأن عندنا R فما أقدر أقول the previous winner. previous winner المالك السابق معناها مفرد، بس trees أشجار فصارت عندنا جمع. the trees الأشجار. where خلينا الفعل المساعد مالتنا where. هسه نجي للفعل التصريف الثالث cut down. هذا الفعل مالتنا اللي معناه يقطع، ماشي؟ فصارت الأشجار cut down قطعت by، نخلي by بواسطة. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا the previous winner بواسطة المالك السابق. هيك راح يكون ترتيب الجملة. the trees الأشجار were cut down قطعت بواسطة المالك السابق. winner المالك، previous السابق. نجي هسه للجملة الخامسة والأخيرة، have stairs avoid being the accident to repair. هاي الجملة تبقى عليكم واجب لأن احنا أصلا حليناها وهي سهلة. الاختلاف قلت لكم أو التشابه راح يكون بين الفعلين فقط. عندنا فعلين، الفعل avoid وعندنا الفعل repair. ذن الفعلين راح يصير بينهم تشابه بيناتكم أو خلل عند بعض الطلاب. فتبقى عليكم واجب تحلونها بقلم رصاص، بعدين ترجعوا لي للدفتر مالتكم شوفوا وين حالينها هاي الجملة وتأكدوا لي من الحل الصح ونقله هنا.
هسه وصلنا للتمرين الأخير بهذا الدرس، تمرين جي صفحة 142. طلاب طبعا بالتمرين اللي قبله اللي هو تمرين اف، الجملة الخامسة أنا أصلا حالها إلكم، بس أنت مو تروح تباوع لي على الحل، يعني قلت لك لا تباوع على الفيديو، حلها بقلم رصاص وبعدين ارجع للفيديو وتأكد من الحل مالتك. أنا أصلا مخلي لك الحل بالجملة الأخيرة، بالجملة رقم 5. فهسه نجي للتمرين جي صفحة 142. هذا التمرين منطيك جملة وانت جملة مبني للمعلوم وانت تجي تكتبها إله وتسويها إله بالمبني للمجهول. فقايل لك بصيغة السؤال rewrite the sentence in the passive voice in the passive form. أعد كتابة الجملة في المبني للمجهول. نجي للجملة الأولى يقول لك somebody left this box in the classroom. تمام، تجي تقرأ الجملة تلقى بيها الفعل left ماضي بسيط، إذا الجملة بيا زمن بزمن الماضي البسيط. شلون طريقة الحل؟ أول شيء نكتب المفعول به. شنو المفعول به؟ this box. ورا ما خلينا this box بالماضي البسيط نخلي where أو was وحسب الفاعل، بما أن الفاعل جمع إذا نخلي له where. وراها نحول الفعل إلى تصريف ثالث، عندنا الفعل هو left، بالتصريف الثالث مالته هم يبقى left، left نفسها بالتصريف الثالث، وبالماضي بسيط هي نفسها تبقى على نفس الصيغة. بقت عندنا التكملة، قلنا التكملة هي يا إما ظرف أو عبارة تبدأ بحرف جر أو عبارة تبدأ بضمير وصل أو أداة ربط. فعندنا هنا ضمير العفو حرف الجر إن، فصارت in the classroom نعتبرها تكملة. تمام، كتبنا المفعول به اللي هو ثالث كلمة، خلينا وير لأن هو جمع، كتبنا التصريف الثالث وبعدين جبنا التكملة كتبناها. نجي للجملة الثانية history is أو العفو somebody teach history every day. قايل لك سوي لي اياها جملة مبني للمجهول. شلون؟ أول شيء هاي الجملة هي مضارع بسيط، الجملة هاي هي مضارع بسيط. منين عرفتها؟ عرفتها من الفعل teach اللي هو منتهي بأس، فعل مضارع بسيط ينتهي بأس. وكذلك من الظرف every day اللي يدل على المضارع البسيط. فهسه شلون نحل؟ أول شيء نكتب التصريف المفعول به العفو اللي هو ثالث كلمة في جملة السؤال somebody teach history. history هو المفعول به، history مفرد إذا ياخذ is ما ياخذ are، فخلينا له is. وراها الفعل مالتي teach أحوله إلى تصريف ثالث، بعدين اكتب التكملة. عندي الظرف everyday هو نفسيته اعتبره تكملة فينزل مثل ما هو. وهاي الجملة طبعا حالينها بشرح المواضيع. هسه نجي للجملة الثالثة يقول لك somebody is cleaning the room right now. هاي الجملة في الزمن المضارع المستمر. شلون عرفتها؟ لأن جايتنا is وراها فعل يحتوي على ing. شلون احللها؟ أول شيء أكتب المفعول به مالتي the room. somebody is cleaning the room. the room هو المفعول به، أخلي له is أو are حسب المفعول به، بما أن المفعول به مفرد إذا خليت له is. ورا الإز بما أنه مضارع مستمر وراها لازم نخلي being، فصارت is being. هسه نكتب التصريف الثالث للفعل مالتي. الفعل مالتي هو cleaning، أحوله إلى تصريف ثالث يصير cleaned. تمام. هسه أجي للتكملة مالتي، قلنا ظروف التكرار أو الظروف اللي تجي ويا الجملة زمن الجملة هي نفسها اعتبرها تكملة، فعندنا الظرف right now هو تكمل. نجي للجملة الرابعة. الجملة الرابعة يقول لك somebody will grade our homework over the weekend. تمام، تجي أول شيء تقرأ الجملة لقيتها مستقبل، هاي الجملة مستقبل، فشلون أسويها مبني المجهول؟ أولا نكتب المفعول به. المفعول به هو our homework واجباتنا، نخلي وراها will be لأنه هاي مستقبل. بعدين الفعل مالتي grade أحوله إلى تصريف ثالث أضيف له دي فقط فصار graded. وبعد عندنا التكملة مالتي over حرف جر والجملة اللي وراها the weekend، فصارت عندي التكملة مالتي over the weekend. والجملة هاي هم حالينها من شرحنا موضوع المستقبل، يعني بنشرح من وصلنا للنوع المستقبل. هسه نجي لهاي الجملة الأخيرة
somebody was opening the gates when we arrived. إذن هاي الجملة هي ماضي مستمر. منين عرفتها؟ عندي was ورا الواز فعل ينتهي ب ing. إذن هاي ماضي مستمر. شلون طريقة الحل؟ أول شيء أكتب المفعول به. somebody was opening the gates. إذن the gates هي المفعول به فأخليه بالبداية. وراها الجيتس تاخذ where لو was تاخذ where لأن هاي منتهية بإس. الجيتس منتهية بإس جمع إذن تاخذ where. وراها نضيف being لأن هو مستمر ماضي مستمر. بعدين الفعل مالتي opening أحوله إلى تصريف ثالث. شو يصير؟ يصير opened. أضيف له إيدي وأحذف ing. بعد عندي التكملة مالتي العبارة التي تبدأ بأداة الربط وين؟ when we arrived. عندما نحن وصلنا. لهنا خلصنا تمرين F وتمرين G صفحة 142 وخلصنا لكم تمرين D صفحة 122. بقى عندنا تمرينين إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها نشرح ذن التمرينين ونخلص من موضوع المبني المجهول ونخلص من الوحدة السادسة كلها على مود ندخلكم بالوحدة السابعة. ومع السلامة.